عليكم يا حلوين. بما اني عيد ميلادي في شهر ديسمبر، طبعا هو عدى، انا عيد ميلادي يوم 1 ديسمبر كان 2022، خلاص احتفلت بيه وانبسطت بيه جدا جدا. بس ما جبتش اهم حاجه، الهديه. ايوه يا جماعه، انا بحب اجيب هديه لنفسي عشان افرح نفسي، فقررت السنه دي اجيب هديه لنفسي مختلفه تماما على اي هديه، يعني خصوصا احنا كفيميل بنحب الشوبينج وبنحب اللبس وبنحب الميك اب وبنحب الحاجات دي. بالنسبه لي انا كل سنه كنت بعمل كده، اجيب لنفسي، اشوف نفسي اجيب ميك اب، اجيب ايه معرفش ايه الكلام ده كله، اجيب فيتامين. السنه دي قررت اجيب لنفسي هديه مختلفه تماما على اي هديه جبتها لنفسي، او اي هديه تقليديه، او اي هديه نفسي فيها ايا كان، عشان ان شاء الله ابدا السنه الجديده ببدايه. يلا بقى بينا اوريكم هديه عيد ميلادي لسنه 2022. اول حاجه جبت الاجنده بتاعت السنه الجديده. ما انتم شايفين ده مكتبه الكشك بورسعيد، جبت منهم اجنده السنه الجديده بمناسبه عيد ميلادي. جبت الاجنده الجديده اللي هي 2023 من شركه سبيس. انا بحب الاجنده جدا، او النوت بوك عموما يعني، وكل سنه بحب اجيبها، يعني فيها كل ما يخص السنه وبقوا ريفرنس بالنسبه لي. زي ما انتم شايفين ده سنه 2020 بكل ما فيها بحلوها ومرها، 2021 بحلوها ومرها، 2022 بحلوها ومرها. فدول اخر 3 سنين يعني كنت بجيب فيهم النوت بوك، ودي الجديده فانا بحبها جدا. فدي كانت اول هديه جبتها لنفسي السنه دي، اللي هي النوت بوك بتاعت 2023. بصوا بينك وحركات ودباديب شكلها لذيذ قوي، غير دول خالص. دول موف يعني مش تقليديه زي دول، فان شاء الله تبقى مش تقليديه خالص، وتبقى سنه سعيده علينا وعليكم جميعا يا رب. دي اول هديه. تاني هديه بعد النوت بوك هي دي يا جماعه، تاني هديه. يلا بقى بينا نفتحها مع بعض. هي جايه لي شحن، فعشان كده ما وصلتنيش يوم عيد ميلادي، وصلتني بعديها. معلش فتحتها عشان كان لازم قبل ما الشحن. كتب، اول مره اشتري لنفسي كتب بالكم ده. انا على طول مثلا في السنه بشتري كتابين ماكسيموم. المره دي اشتريت 6 كتب. اللي شجعني ان انا اعمل الحركه دي بصراحه قناه دوامي كافين وناصر العجيل. انا بشكر ناصر العجيل جدا 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 فوق ما هو يتخيل. هو اللي حببني في الكتب، حببني في القرايه. انا بحب تلخيصه جدا، لان هو مش بيلخص كتاب، هو بيشرح يا جماعه الكتاب، مش بيلخصه تلخيص عادي. فهو بيشرح لنا الكتاب كاننا قريناه بالظبط. فتعالوا ما اوريكم بقى ايه هي الكتب اللي انا قررت ابدا بيها، ودي ان شاء الله هتبقى اول بدايه جديده لسنه 2023. اول كتاب زي ما انتم شايفينه كده، الكتاب ده حلو جدا، ألان ديب، خط التسويق في صفحه واحده. طبعا الكتاب ده معروف جدا. ده اول كتاب، لان انا يا جماعه اساسا شغلتي ماركتير، فكل الكتب اغلبها عن الماركتينج يعني فده اول كتاب انا. الكتاب اللي بعده هذا هو التسويق، ده سيث جودن. سيث جودن ده طبعا ده الاب الروحي للديجيتال ماركتينج، ومعروف ان فيليب كوتلر هو الاب الروحي للتسويق خصوصا التراديشنال. فهذا هو التسويق لسيث جودن. انا بحب سيث جودن جدا، واكتر كتاب بحبه ليه اللي هو بيربل كاو او القرعه البنفسجيه، حقيقي فظيع. فقررت برضه اشتري كتاب لسيث جودن اللي هو ده هو التسويق لسيث جودن. ده تاني كتاب. ثالث كتاب فيليب كوتلر، الانتقال من التسويق العادي للتسويق الرقمي. زي ما انا قلت لكم فيليب كوتلر هو الاب الروحي للتسويق التراديشنال، بس طبعا ما كانش يقدر فيليب كوتلر يغفل قوه الديجيتال ماركتينج، وده تخصص يا جماعه في الديجيتال ماركتينج. فعمل لنا الكتاب في منه ده ماركتينج 4.0، وفي كمان عمل ابجريدنج ل 5.0 كان نفسي اجيبه بس كان توك اوت. ده بتاع فيليب كوتلر، الانتقال من التسويق العادي الى التسويق الالكتروني او الديجيتال ماركتينج. ده ثالث كتاب. الرابع كتاب اللي هو الستوري تيلينج. تقريبا يا جماعه الماركتينج بيعتمد على الستوري تيلينج بشكل فظيع جدا جدا. الكتاب ده اسمه ماركتينج لاف ستوري، هيتكلم على التكنيكس بتاعت الستوري تيلينج والكلام ده كله. ده برضو
ماركتنج، يعني 4 كتب لحد دلوقتي كلهم ماركتنج. رقم 5 اللي انتوا شايفينه ده اللي هو اسمه بالانجلش ري وورك، اوكي، اعادة تصميم العمل. الكتاب ده حلو جدا وناس كتيرة جدا رشحته. ده بقى حاجات للعمل، ويعني هو بيتكلم عن العمل وتطوير الذات. يعني هو بصوا حط ايه: تجاهلك لهذا الكتاب يعرضك للخطر. سيز جودن. ده من افضل الكتب حرفيا مبيعا في العالم. سيز جودن يعني كفايه ان سيز جودن قراه، يعني ده لوحده تكفي. الكتاب انا جبته اللي هو خرافه رياده الاعمال او خرافه الناس الانتربرنور. قريتش قبل كده في رياده الاعمال او الانتربرنور شيب او الكلام ده كله. حسيت من الكتاب ان هو ممكن يفيدني في النقطه دي. الايام دي بقيت بحب ان انا اطلع على كل ما هو جديد، اتعلم، اقرا، ابص الدنيا فيها ايه. فانا ما قريتش عن المجال ده كله لاني مش هجيب كله ماركتنج، لا يعني انا اتوسع هنا وهنا. تقولي طب ما جبتيش روايات حاجات كده؟ لا يا جماعه، ما فيش وقت نضيعه في الروايات والحاجات دي. انا بحب الوقت يعني نضيعه، او يعني ما نضيعوش، نستفيد بيه اقصى استفاده ممكنه. او انا ما بحبش الروايات، في غيري يحب الروايات. كل واحد وميوله ورغباته والحاجات اللي هو بيحبها. انا احب ان انا لما اقرا كتاب اقرا في الماركتينج، اقرا حاجه هستفيد بيها. دي شخصيتي كروني المصري. دول كانوا هديتي لعيد ميلادي السنه دي لنفسي، هديتي من روني المصري لروني المصري. هديه بصراحه مبسوطه بيهم جدا، وان شاء الله ان شاء الله كل كتاب هقراه من دول هقول لكم استفدت منه ايه، وفعلا يستحق ان انتوا تشتروه وتقروه ولا على الفاضي. اوكي، رايكم في الهديه دي. وما تنسوش لو عندكم بقى كتب حلوه كده في تطوير الذات، المايند سيت، في الماركتنج، اكتبوا لي اسمها وان شاء الله ان شاء الله اشتريها ونقراها سوا ونستفيد منها مع بعض. والله انا مبسوطه جدا، والله حاسه ان هديه رائعه، وان شاء الله تكون مثمره وهديه مثمره. يلا باي. احلى هديه دي ولا ايه؟